وبسم الله الرحمن الرحيم. نشغل نسخن الماكينة باردة. طلع الماكينة الحين في طور التسخين، بعد ما تسخن ان شاء الله تكون جاهزة القهوة ونسوي لها الحين نطحن القهوة. طبعا نجهز الميزان عشان نعرف كمية القهوة اللي انوزنت كم. اشتغل الميزان، طبعا نحدد الوزن فقط بدون اشياء ثانية. طبعا عند الوزن لازم شوف اللي مسوين قهوة تمت مو بنظيفة، تأكد انها نظيفة وجاهزة للاستخدام. نحطها على الميزان ونحط الرنج عشان يكبر المنطقة هذه، ونعبي فيها القهوة ونصفر العداد ونبدأ ان شاء الله نطحن. لازم اميل البورتا فلتر عشان يبين في التصوير نزول القهوة ان شاء الله. شوف، وبسم الله. طاحت الرنج، بس ما هو مشكلة حتى لو طاحت تبين القهوة، ولكن في الوزن راح يسوي لنا مشكلة لو شلينا الرنج هذا. نشوف الوزن كم الآن اللي وزناه، 18.4 فقط. المفروض انه 18 بالضبط، ولكن يمشي بعد. نبدأ ان شاء الله نوزع القهوة، ويفضل انك تدقها شوي عشان تبدأ القهوة تنزل تاخذ موقعها الحقيقي، ونبدأ فك تكتلات هذا الجهاز الحلو. شوف هذا كيف تطلع المسامير عشان تنظف، وتقدر تنظفها وتحطها في مكانها. بعدها تحتاج الى دقة بسيطة عشان تنزل القهوة، وبعدين نجيب ديستريبيوتر او الموزع ونبدأ توزيع القهوة. بعد ما وزعنا القهوة صارت مستوية، نجيب الحبيب هذا، طبعا نتأكد انه ما في قهوة ونوريكم تنظيفه. طبعا تيبه هني عند مكان تنظيف القهوة، تبدأ تنظفه بهاي الطريقة عشان ينظف من القهوة العالقة. بعد ما نظفناه شوف نظيف كامل، حتى من فوق تنظفه لأنه يجي غبار عليه غبار، عشان تكون كوبك نظيف 100%. تأكد انه نظيف ما فيه اي قهوة متجمعة. شوف لا فوق ولا تحت، نظيف 100%. تبدأ تضغط. نبدأ الضغط الآن على القهوة، نحطها أول شيء لين يكون سيدة. لما يكون سيدة نبدأ نضغط عليه ضغطة واحدة بس عشان نقدر نمزمز. عند ماكينة القهوة نبدأ نحط السكيل ونجهزه حق نزول القهوة، الوزن والوقت في نفس الوقت. الآن هذا هو، نركب البورتا فلتر في مكانه ونثبت تثبيت عدل الحين مضبوط 100%. نبدأ الآن نحط الفنيال أو الكوب، كوب القهوة، ونستعد. أنا طبعا في الجهة هذه فيه مراية أقدر أشوف منها. نبدأ إن شاء الله نشغل ماكينة القهوة ونشوف النزول بإذن الله. صبة النزول جميلة جدا، وهذا التوقيت المفروض يكون 36 في 22 ثانية. هذا بداية الصب، 36 37 وصل في 23 ثانية. ممتاز جدا. هذه الكيكة اللي سويناها ما شاء الله جميلة جدا. الكيكة بعد ما نخلص منها هذا مكانها. شوف، ثم تشغل الماي، تبدأ تنظفها او بالفوطة او بالبروش اللي تهواه. انا بس بالماي. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.